السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاح الطرية القمر دي زي ما انتم شايفين. وصفة لذيذة جدا جدا وطعمها حلو جدا جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. في البداية معايا المكونات طبعا زي ما انتم شايفين. معايا هنا قشطة، معايا كوبايتين قشطة، ومعايا كمان كوبايتين لبن رايب، معايا نص كوب سمنة بلدي، معايا طبعا خميرة وبيكنج باودر، ومعايا هنا زي ما انتم شايفين كيلو ونص دقيق. هبدأ أول خطوة معايا البولة زي ما انتم شايفين، هبدأ أنزل فيها معلقة كبيرة خميرة. هضيف عليها طبعا معلقتين كبار سكر، كمان هضيف كوب ماء دافي أو كوباية حليب دافي، وهقلب الخليط زي ما انتم شايفين. هقلبها كويس بحيث الخميرة والسكر يدوبوا مع بعض. وهسيبها بجنب لمدة 10 دقايق. بعد كده هبدأ زي ما انتم شايفين، هجيب الدقيق، هضيف عليه طبعا البيكنج باودر، واضيف كمان رشة ملح، وهبدأ أعجن زي ما انتم شايفين. هبدأ أضيف المكونات، أقلب الأول المكونات الجافة مع بعضها بحيث إنها تتجانس مع بعضها في الأول، الدقيق والبيكنج باودر والملح. قلبتهم كويس. هبدأ أعمل هول في النص، وأبدأ أضيف فيها اللبن والخميرة الأول. شايفين خميرة؟ ده دليل على نجاح الخميرة طالما بدأت تعمل فقاعات كده، ودي خطوة مهمة جدا عشان نطمن على نجاح الخميرة. هنزل بالخميرة وأضيف اللبن وأبدأ أعجن. ده لبن رايب زي ما انتم شايفين. نقدر نعجن بلبن رايب أو لبن حليب المتوفر عندنا. والقشطة كمان بتدي القرص الفلاحي لون جميل جدا وطعم ونكهة حلوة جدا جدا. دي القشطة زي ما انتم شايفين. وهبدأ أعجن زي ما انتم شايفين وألم العجين. طبعا لو العجينة محتاجة لبن هبدأ أضيف، أو لو جت طريقة زيادة طبعا هضيف شوية دقيق، يعني حسب الدقيق بتاعي.
وهلم العجينة زي ما انتم شايفين. خطوة العجن مهمة جدا جدا، مهم ان احنا نيجي نقرص كويس قوي. اما يدوي او في العجان الكهربائي حسب المتوفر عندنا. خلاص العجينة بتلم زي ما انتم شايفين في ايدي، طبعا طرية جدا. هبدأ اضيف السمنة. طبعا انا مقلله السمنة اللي انا ضايفاها عشان انا عاملاها اصلا حط عليها قشطة كتير، عشان كده قللت كمية السمنة اللي انا ضفتها. لكن لو مش هنضيف قشطة نضيف سمنة اكتر من كده. هستمر في العجن لحد ما العجينة تشرب السمنة كويس قوي. شايفين العجينة بقت طرية وجميلة جدا في ايدي. بتلم زي ما انتم شايفين. طبعا اخدت معايا عجن بالشكل ده لمدة ربع ساعة لحد ما نحصل على العجينة المطلوبة. وطبعا هبدأ ألمها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين بتسيب من الطبق البولة، معجنة طرية جدا. هبدأ دلوقتي أغطيها وأسيبها طبعا في مكان دافي لمدة ساعتين لحد ما تضاعف حجمها والخميرة تشتغل فيها كويس قوي. أغطيها زي ما انتم شايفين أو لحد ما يتضاعف حجمها. خلاص العجينة أخدت وقتها وخمرت معايا، طبعا طلعت منها الهواء. دلوقتي هبدأ أقطعها بالشكل ده. طبعا العجينة طرية في ايدي عشان تبقى سهلة في الفرد زي ما انتم شايفين. انا حطيت دقيق على ايدي عشان اعرف اقطعها كويس، وهقطعها كرات متساوية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهستمر في تقطيعها بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة معايا منها كلها، بقدر الامكان تكون كرات نفس الحجم. هلفها كويس اوي في ايدي زي ما انتم شايفين. انا خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتم شايفين. هغطيها وهسيبها شوية ترتاح او ترفع شوية، وبعد كده هبدأ افردها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد ما سبتها شوية ترتاح حوالي تلت ساعة او نص ساعة، هبدأ افردها بايدي. مش محتاجة فردة او حاجة لانها طرية جدا، وهفردها بالشكل ده. انا عاوزاها تبقى سمكها ما تبقاش رفيعة قوي عشان ما تنشفش. شايفين السمك ده؟ هبدأ احطها على طول على الصينية اللي هخبز فيها مباشرة بالشكل ده زي ما انتم شايفين.
وطبعا هخلص كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة. شايفين هو ده السمك المطلوب. طبعا بضيف رشة دقيق، وابدأ افردها بالشكل ده. طريقة جدا وبتتفرد بمنتهى السهولة. شايفين هو ده السمك المطلوب. اهم خطوة طبعا لنجاح القرص ان احنا نسيبها تخمر كويس جدا. يعني انا بفردها وبغطيها على الصينية واسيبها لحد ما ترتفع اكتر وحجمها تخمر، الخميرة تشتغل فيها تاني. وبعد كده طبعا اخبزها في فرن سخن جدا. كل المخبوزات تقريبا مهم ان احنا نحطها دايما في فرن سخن على درجة حرارة 180 عشان القرص بتاعتنا طبعا تكون طرية. زي ما انتم شايفين القرص ارتفعت ازاي والخميرة اشتغلت فيها. انا غطيتها طبعا وسبتها لحد ما ارتفعت زي ما انتم شايفين كده. هدخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. طبعا هتابعها في الفرن ربع ساعة وتكون ارتفعت واخدت اللون المطلوب واتخبزت كويس. ودي القرص زي ما انتم شايفين بعد ما طلعتها من الفرن. الكيلو ونص دي عملوا معايا الكمية دي، وطرية وجميلة جدا وريحتها حلوة جدا. القشطة مخلية ريحتها حلوة بشكل مش معقول. حقيقي وصفة لذيذة جدا وطرية جدا وطعمها حلو قوي قوي. شايفين قد ايه طرية وقد ايه هشة من جوه، هشة جدا من جوه. حقيقي طعمها حلو جدا وريحتها حلوة بشكل مش معقول بجد. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.